عمرك شفت توم مزروع في أرض قبل كده؟ الموضوع ده في بنجلاديش. دي مش حركة غريبة ولا تجربة عشوائية، ده أسلوب زراعة الفلاحين هناك، جربوه وطوروه سنين طويلة. أول ما الرز بيتحصد ما بيسيبوش الأرض فاضية، على طول يغرسوا فيها فصوص التوم في الطين وهو لسه مبلول. في اللحظة دي الأرض بتكون مليانة رطوبة متخزنة كأنها مشتل طبيعي. التوم تقريبا مش محتاج ري إضافي، وبيطلع وبيكبر بالمية اللي محبوسة جوه التربة، وكأن أرض الرز اتحولت لخزان مية تحت الأرض ببلاش. والأذكى كمان موضوع السماد، النيتروجين والعناصر العضوية اللي استخدمت في زراعة الرز مش بتختفي بعد الحصاد، بتفضل موجودة في الأرض. لو الأرض اتسابت فاضية المطر بيغسل العناصر دي ويضيعها، يعني فلوس بتروح في الأرض حرفيا. لكن بزراعة التوم على طول الفلاحين بيعيدوا استخدام السماد وكأن محصول الرز مخلص، ده بيخلي نفس الاستثمار يطلع محصول تاني. والتوم بقى ليه ميزة خفية كمان، جذوره بتطلع مركبات كبريت طبيعية بتقضي على أمراض التربة، يعني كأنك بتعمل تعقيم طبيعي للأرض قبل موسم الرز اللي بعده. بالنسبة للفلاحين بنجلاديش ده معناه إن نفس قطعة الأرض ممكن تطلع محصولين في السنة بمية أقل وسماد أقل ومخاطر أقل. هل في عندنا مزارعين بيستخدموا الأسلوب ده؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.